كشف المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي عن سبب رحيله عن الفريق بعد أن أثار رحيله جدلا كبيرا في الشارع السعودي. وقال حمد الله في تصريحات صحفية: رحلت عن اتحاد جدة بسبب الخلافات مع إدارة النادي والتي لم تحترمني ولم تقدر مجهودي، كما أنني لم أحصل على ما أستحقه من الناحية المالية. وأضاف حمد الله: أريد أن أشكر جمهور اتحاد جدة على دعمه لي خلال فترة وجودي في الفريق، وأتمنى لهم التوفيق في الموسم المقبل. وكانت إدارة اتحاد جدة قد أعلنت في وقت سابق عن فسخ عقد حمد الله بسبب خرقه للقوانين الداخلية للنادي، ورفض حمد الله الاعتراف بهذه التهم، وأعلن أنه سيلجأ إلى القضاء لأخذ حقه. وحمد الله هو أحد أفضل المهاجمين في الدوري السعودي، وسبق له أن توج بلقب هداف الدوري في موسم 2018 و2019، ويعتبر رحيله عن اتحاد جدة خسارة كبيرة للفريق الذي سيواجه صعوبة كبيرة في تعويضه.